السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، دي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الجاتو شاتو كده في المج زي ما انتم شايفين، وتقدروا تعملوه في المجات اللي زي ديت او الطواجن الفخار، او لو حابين تعملوا مقادير الكيكة دي في صينية عادي جدا. بس احنا ان شاء الله نعملها في المجات النهاردة علشان نسويها كده من غير فرن، عشان الناس اللي ما عندهاش فرن برضو تاكل كده جاتو شاتو. وفي نفس الوقت احلى حاجه في الطريقه بتاعت الجاتو شاتو النهارده ان هي بتطلع معاكي طريه احلى كمان من الصينيه اللي في الفرن. ودلوقتي هوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. شايفين طريه وهشه قد ايه؟ وفي نفس الوقت احنا بنعمل مقادير الصوص من نفس مقادير الكيكه. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقه والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، واهم حاجه بقى تفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. ودلوقتي بقى يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا في الطريقه. ودلوقتي بقى معانا اول حاجه في المقادير، هجيب بقى شفشق الخلاط كده وهجيب كوبايه من الحليب. وطبعا الحليب في المرحله دي يا اما يكون بدرجه حراره الغرفه يا اما ساقع من التلاجة. وزي ما انتم ملاحظين كوبايه الحليب مليانه على الاخر. واحلى حاجه في طريقه الكيكه دي ان مقاديرها مرنه جدا جدا. يعني ايه؟ يعني تقدري تستخدمي اي كوبايه انت حباها، اهم حاجه توحدي الكوبايه في كل المقادير. بعد كده بقى نزلت بكوبايه من السكر، ودي كوبايه من الزيت. واكيد واخدين بالكم ان الكوبايه مليانه على الاخر في كل المقادير، يعني كنت ماليه كوبايه السكر برضو على الاخر وماليه كوبايه الزيت على الاخر. بعد كده بقى هضيف نص كوبايه من الكاكاو المر الخام الغير محلى، او 3 معالق كبار كده مليانين بشكل هرمي. وزن الكاكاو اللي موجود في الكوبايه وزنه 50 جرام، ووزن الزيت اللي احنا حطيناه وزنه 210 جرام، ووزن السكر وزنه 200 جرام. دلوقتي بقى هغطي على شفشق الخلاط كده وابتدي اضرب الخليط ده كله كده لغايه لما الخلاط يقف معايا. اول ما الخلاط يقف معايا اعرف كده خلاص ان الخليط انضرب كويس. قلبيه برضو كده تقلبتين من تحت لفوق علشان تتاكدي ان الخليط انضرب كله كويس. شايفين هينضرب كده بالطريقه ديت، وهيبقى كده خليط ناعم وفي نفس الوقت تقيل جدا زي ما انتم شايفين كده. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ ركزوا معايا. هجيب بقى نفس الكوبايه اللي عرتي بقى كل المقادير، اللي عرتي بقى السكر والزيت وكل حاجه، وهبتدي افضي كده فيها حبه من الصوص، حملاها على الاخر كده زي ما انتم ملاحظين. املي الكوبايه على الاخر، وسيبي بقى الكميه زي ما انت شايفه كده في نفس الدور علشان نكمل بقيه المقادير. هركن بقى الصوص ده على جنب، وهركنه عادي في درجه حراره الغرفه، مش شرط احطه في التلاجة. بعد كده بقى حاجه على باقي الكميه بتاعه الصوص اللي موجوده في الدور زي ما انتم ملاحظين كده، وهبتدي بقى انزلها كده من على جدران الدوره، وده علشان لما اجي اضرب البيض مع الحاجات اللي باقيه ديت ينضرب معايا كل حاجه. ودلوقتي بقى هضيف كده بيضتين بدرجه حراره الغرفه. وزن البيضتين بقشرهم يا جماعه، بالنسبه للناس اللي بتحب تعرف كل حاجه بالميزان، وزنهم بقشرهم الاتنين 130 جرام. بعد كده بقى هضيف نص معلقه صغيره من الفانيليا ورشه صغيره من الملح، وهبتدي بقى اضرب الخليط مره تانية كده. طبعا البيض هيخف معايا الخليط وهيخلي الصوص يدور معايا. شايفين بقى الصوص خف معايا ازاي بسبب البيض؟ هبتدي بقى افضي كده المقادير الموجوده في الدوره في اي بوله كده غويطه. اهم حاجه تفضي كل نقطه موجوده في الشفشه بتاع الخلاط علشان خاطر ما يبقاش فيه ولا نقطه، والمقادير تبقى مظبوطه معاكي. بعد كده بقى هضيف ايه؟ هضيف كده كيس من البيكنج باودر او خميره الحلويات. ما عندكيش الاكياس دي هتضيفي معلقه كبيره كده مليانه بشكل هرمي. ودلوقتي بقى هقلب كل المقادير كده مع بعضيها مع البيكنج باودر لغايه لما البيكنج باودر ينتشر في الخليط. طبعا انا حبيت اضيفه قبل الدقيق علشان ينتشر في الخليط بسهوله. وبعد ما قلبت البيكنج باودر كده وانتشر في الخليط وداب كويس جدا جدا، هضيف ايه؟ هضيف كده كوبايه من الدقيق او الطحين. وزن الدقيق الموجود في الكوبايه وزنه 115 جرام. اللي ما عندوش ميزان هيعبي الكوبايه ازاي؟ هينخل الدقيق الاول، وبعد ما بينخل الدقيق يعبي الدقيق بمعلقه كده، ما يتدخلش بايدي خالص. لا تهز الكوبايه ولا تضغطوها بالدقيق. هتعبي كده بالمعلقه وتمسحي الكوبايه بنفس المعلقه، يبقى كده عندك 115 جرام من الدقيق. طبعا بقلب في اتجاه واحد كده، وده علشان الهواء ما يخرجش بره الكيكه. زي ما انتم ملاحظين كده قلبت لغايه لما الخليط كله امتزج مع بعضه كويس جدا جدا، واتاكدت ان مفيش اي ذرات من الدقيق في البوله من تحت. ودلوقتي بقى تعالوا نشوف قوام الخليط، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، بنفس الطريقه دي. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى المجات اللي هنحط فيها الكيكه وهمسحها كده مسحه من الزيت. شايفين؟ بنفس الطريقه دي. وبرده لو هتعملي في الطواجن الفخار امسحيها مسحه من الزيت الاول، يعني تدهنيها كده بالزيت. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى الكميه اللي موجوده عندنا وهنبتدي بقى نفضي كده لغايه نص المج. وما تكتريش في الكيكه دي اكتر من نص المج، لان الكيكه دي ما شاء الله بتنفش كده وبتملى المج على الاخر. وطبعا الطريقه دي تقدري تستخدمي فيها المجات اللي زي كده او الفناجين بتاعه الشاي اللي موجوده في النيش عندك.
وبرضه لو حابة تستخدمي الكوبايات الإزاز عادي جدا تقدري برضه تستخدميها بنفس الطريقة. وعلى فكرة برضه أنا سويتها قبل كده في الكوبايات الاستانلس، عملت الكيكة دي في كوبايات استانلس قبل كده وكانت جميلة جدا جدا. أنا دلوقتي أخدت معلقة من الكوباية ديت عشان أكمل نص المج، وهجيب بقى حلة غويطة كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي أفضي فيها مية مغلية. أهم حاجة إن المية المغلية توصل كده لغاية ربع المج. أنا فضلت إن أنا أفضي المية المغلية قبل ما أحط المجات علشان أتحكم في المية، وفي نفس الوقت المية المغلية ما تنزلش على المجات بعد ما احطها. فاحط المية المغلية الاول وبعد كده احط المجات، وبعد كده بقى احط فوطة كده على الحلة وابتدي اغطي الحلة كده بالطريقة ديت، وهبتدي بقى ارفع كده اطراف الفوطة على الحلة من فوق. ودلوقتي بقى ركزوا معايا، هرفع الحلة على النار دلوقتي، واول ما المية تغلي هوطي بقى على الحلة زي السهرية بالظبط. شايفين اول ما المية غليت معانا كده دلوقتي بقى هوطي عليها. ما شاء الله الكيكة بتترفع على طول اول ما المية تغلي. هتوطي عليها كده زي السهرية، هتقعد معاكي من تلت ساعة لنص ساعة، ومش تطلعيها من المية خالص الا لما تختبريها بالخلة الاول. لو الخلة طلعت نظيفة يبقى خلاص كده المج بتاعنا استوى. هطلعهم بقى من المية كده زي ما انتوا شايفين شكلها من جوه عامل ازاي. الكيكة زي الفل. ودلوقتي وهي لسه دافية كده هصب عليها الصوص عشان ينزل ويسيح عليها كده زي ما انتوا شايفين. ولو انتوا حابين الصوص يبقى اخف من كده تقدروا تزودوه كده شوية من الحليب. شايفين شكل الصوص تقيل ازاي، حاجة كده اخر جمال. وزي ما قلت لك كده انت لو هتعملي في مجات اصغر من كده او فناجيل اصغر من كده هتقسميهم على 6، لانه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله المجات دي كبيره، فعلشان كده انا حطيتهم في 5. ولو انت حابه تعملي الكيكه دي في صينيه هتعمليها في صينيه مقاس 20. انما بقى لو حابه تعمليها في الطواجن الفخار هتعمليهم في 4 طواجن فخار من الطواجن بتاعه المكرونه الصغيره دي. لو حابه بقى تزوقيها بشويه كده من السبرينكل الابيض زي ما انت حابه، بيجي من عند اي حد مستلزمات حلويات. تعالوا بقى نفتح مج كده ونشوف شكله من جوه عامل ازاي. الكيكه طريه كده وهشه وجميله وعامله زي كيكه الديس بسيطه بالظبط. الكيكه طريه ومش محتاجه ان احنا نسقيها ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين كده هي بتتكلم عن نفسها مش محتاجه كلام. ودلوقتي بقى هطلع لكم واحده كده من المج علشان نشوف شكل المج كده من جوه عامل ازاي. بتطلع معاكي بمنتهى السهوله، خبطه بس كده على المج بالراحه هتنزل معاكي زي ما انت شايفه بالطريقه دي. شايفين بقى شكل الكيكه من جوه والمسام بتاعتها جميله كده وطريه. شايفين بمسكها كده طريه جدا. اهم حاجه بس ما تنسوش تحطوا الفوطه على الحله عشان هي اللي بتمتص البخار، عشان البخار ده ما ينزلش على وش الكيكه. وان شاء الله المقادير هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه. صندوق الوصف ده يا جماعه اللي ما يعرفش مكانه اضغطوا على عنوان الفيديو او دوسوا عليه هيظهر لكم كلمه المزيد. هتضغطوا على كلمه المزيد هيظهر لكم المقادير، وتحت ملف تحت مكتوب عليه حلويات. اللي حابب يضغط عليه هيخش على كل الحلويات اللي موجوده على القناه. طرق كتيره وطرق تشكيل كتيره للطرط والجاتوهات، وطرق كتيره برضو للبسبوسه، واي حلويات غربيه انتوا حابينها او شرقيه ان شاء الله هتلاقوها. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، واللي اول مره يشوف القناه وعجبته القناه وحابب يشترك فيها اكيد يشرفنا اشتراكه. بس ما ينساش يفعل زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلوا اشعار جديد بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.